لو نفسك بقى تاكلي حاجه كده صحيه 100%، يعني لو انت عامله دايت وحابه تاكلي بقى شاورما كده صحيه، يعني النهارده طاسه شاورما بجد جميله قوي، كلها خضار كده وحلوه قوي. صدور الفراخ فيها مستويه، متبله بتتبيله بسيطه جدا، يعني مش تحسي وانت بتعملها اصلا، يعني مش تقف في المطبخ كده بتاع تلت ساعه وتكوني عملت الطاسه اللي انت شايفاها دي. يلا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. تعالوا يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. معايا كده الفراخ النهارده، معايا ايه، كيلو الا ربع من صدور الفراخ، زي ما انتم شايفين كده الميزان جايب كيلو الا ربع، يعني 750 جرام تقريبا. هقطعها شرايح كده زي ما هتشوفوا كده بالظبط. طبعا الفراخ متلجه شويه، يعني طبعا لما انت تجيبي الفراخ حتى لو هي لسه فريش حطيها شويه في الفريزر، بحيث تيجي تقطعيها تتقطع معاكي شرايح زي ما انت عايزه تعمليها ستيك، عايز تعمليها شرايح شاورما، يعني هتتقطع معاكي زي ما انت عايزه. لو حتى مكعبات فهيطه، يعني كل حاجه فيها شغاله لما تحطيها شويه في الفريزر. قطعتها كده شرايح مش رفيعه قوي وبرده مش تخينه قوي، يعني شرايح كده معقوله. زي ما انتم شايفين اهون ما شاء الله. عملت كده الصدرين، طبعا صدرين كبار فجايين كيلو الا ربع، يعني ما شاء الله. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل لهم تتبيله خفيفه قوي. بصوا، هي معلقتين اتنين خل، معايا نص برتقانه كده عصرتها، وهيبقى معايا نص ليمونه، وهيبقى معايا معلقه بس صغيره من صويا صوص، معلقه صغيره انا بحبها بس تدي لها نكهه كده مش كتير. هحطها كده وهقلبها وهركنها على جنب، ونشوف بقى هنعمل ايه. هنقلبها كده بقى مع التتبيله البسيطه اللي انتوا شايفينها دي. التتبيله يعني ابسط ما يكون، وفي نفس الوقت بتدي لها طعم وريحه ونكهه كمان بجد جميله قوي، يعني هي على قد بساطتها على قد طعمها الجميل، يعني مميزه بجد. زي ما انتوا شايفينها هغطاها كده واركنها على جنب. بعد كده بقى ايه، معايا الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين، فلفل الوان وفلفل اخضر، يعني اخضر واصفر واحمر، وكمان كده قرن شطه حطه، يعني بحيث يعني لو انت عايزه حراق ماشي، مش عايزه بلاش، هو اختيار. زي ما انت شايفه كده الفلفل بتاعي هعمله كده ايه شرايح برضو مش رفيعه قوي، بحيث ان انا وانا باكل الخضار بتاعي يعني ما يكونش اللي هو ايه داب خلاص، لا يكون زي المشوي كده، تحسي ان انت بتاكلي الشاورما او الشاورما بتحسي معاها الخضار فيها، تحسي يعني بطعم الخضار وانت بتاكلي. قطعت الاحمر واقطع الاصفر بنفس الطريقه، واقطع برضو القرن الاخضر اللي انتوا شايفينه دهون، حبايه كمان من الخضره وحبايه من القرن الشطه، اختياري زي ما قلت لك. ويبقى معاه بصل كده هقطعه جوليان برضو نفس الطريقه، ما يكونش رفيع قوي، عشان كده تحسي ان هو وانت بتاكليه زي المشوي. الوصفه سهله وبسيطه، واعمليها مفيش فيها يعني تقريبا اي سعرات خالص. لو انت حابه تعملي دايت او بتعملي برضو دايت، هو بتهيألي يعني تنفع لكل انواع الدايت، انا مش خبيره في الدايت ولا حاجه، بس دي صحيه 100%. قطعتها كده زي ما انتم شايفين، وهنروح بقى كده ايه طاسه على البوتاجاز. ودي طبعا الشاورما اهي معايا زلطه اللي هو الميه بتاعتها، هصفيها بقى. حطيت كده معلقتين اتنين زيت زيتون، معلقتين بس يعني يمكن معلقه ونص كمان زيت زيتون، اللي هو اللي نضيف اللي هو البكر ده. مجرد ما الزيت يسخن معايا كده هنزل بالشاورما بتاعتي وهقلبها كده على اليمتين علشان اديها صدمه. طبعا هي هتنزل الميه بتاعتها والميه بتاعتها هتسويها. هنشوف كده بقيه الخطوات مع بعض سهله وبسيطه. قلبتها كده شمال ويمين اهو. خلاص بعد كده بقى ايه، يعني بعد ما زردت الميه شربتها تاني، هحط البصل بقى بتاع الجوليان الشرايح اللي انتوا شايفينه، وبعدين هحط الفلفل. يعني البصل قلبته تقليبه واحده كده وحطيت الفلفل على طول. الفلفل الالوان اللي انتوا شايفينه كده ما شاء الله، الطاسه يعني مبهجه بجد تفتح النفس. قلبت كده من فوق لتحت. حطيت معلقه ملح، بهارات بسيطه برضو، حطيت معلقه كزبره، حطيت نص معلقه من الفلفل الاسود، وهحط شويه كده من الكاري او بهارات الفراخ. بس هي دي كل المكونات بتاعتي مع معلقه صلصه صغيره، مفيش غير كده. وطبعا الطاسه كده يعتبر خلصت ما شاء الله على جمالها وحلاوتها. مش عارف يعني مش قادره اقول لكم على الريحه بتاعتها الخرافه يعني. كده هسيبها كده مع نفسها كده بتاع 10 دقايق، يعني اللي هي الخضار طبعا بيزرد ميه كمان، الميه بتاعته يتشربها برضو كمان علشان كله يستوي في بعض اهو. كده استوت معايا، وهنروح بقى نقدمها كده مع بعض. نشوف كده حلاوتها ايه. ما شاء الله شكلها جميل قوي وتحفه بجد والله يا جماعه، حلوه حلوه وكمان صحيه 100%، يعني ما شاء الله. فهي كل الحكايه كل الدوشه دي كلها والمكونات دي كلها على معلقتين زيت زيتون، يعني ولا اي حاجه.
هقدمها بقى مع رز بسمتي كده برضو، طبخاه بمعلقه زيت زيتون واحده بس، هي معلقه زيت زيتون بس. طبخت كوبايه كبيره اللي هي المج الكبير. وحطيت لها بقى شويه، وحطيت له شويه كركم، وحطيت له ليمونه لومي وورقه لورا وخلاص، والملح والفلفل، وعلى كده ما شاء الله وجبه جميله قوي، فيها الخضار بتاعها، ووجبه صحيه 100%. شايفين طبعا، شايفين وشامين ريحه جميله وممتازه زي الفل. طعمهم كمان تحفه، يعني انت هتاكلي هتحسي ان انت اولا شبعانه، في نفس الوقت السعرات مفيش سعرات فيها خالص، تقريبا حاجات بسيطه قوي. يعني ما تجيش كده جنب الشاورما العاديه اللي احنا بنعملها اللي هو بيبقى الصاروخ ده، لا دي حاجه تانية ومختلفه وجميله. طبعا الشاورما مستويه كويس، وكمان التتبيله اللي انا كنت متبلاها الاول، الليمونه والبرتقانه دي، نص البرتقانه مخلين لها بردك نكهه حلوه، يعني انا بحب البرتقان في كده، يعني في غسيل الطيور قوي، او في التتبيلات بيبقى حلو قوي اهو. والخضار كده مستوي، وبعدين وانت بتاكليه تحسي بمتعه كده. ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.